مستني امتى علشان تبدأ الحياة اللي انت بتتمناها؟ لما الوقت يبقى مناسب، لما المسؤوليات تقل، لما الأولاد يكبروا، لما الظروف تظبط. كتير مننا عايش مستني اللحظة المناسبة، اللحظة اللي كل حاجة فيها تبقى مترتبة والطريق واضح والطاقة موجودة والخوف مش موجود. يعني ممكن نقول عليها اللحظة المثالية. والحقيقة إن اللحظة دي سراب، فاكرين إننا شايفينها، بس هي مش موجودة. والعمر بيعدي واللحظة مش بتيجي. خليني أطلب منك النهاردة نعمل مع بعض تمرين بسيط. هات ورقة وقلم واكتب 5 حاجات نفسك تحققها. يعني مثلا خلينا نفكر في الحاجات الشائعة: بلد نفسك تزورها، علاقة ناجحة مع شريك حياتك، كتاب نفسك تكتبه، صحة أو شكل نفسك توصله، صداقات أو علاقات محتاج تقويها. أيا كان اللي نفسك فيه اكتبه. ودلوقتي تعالى نعمل حاجة تانية. ارجع بذاكرتك 5 أيام من حياتك واسأل نفسك: في ال5 أيام دول أنا كنت بعمل إيه؟ كنت بتحرك باخد خطوات تقربني، ولا كنت بس بحاول أخلص اليوم؟ كم ساعة قضيتها على الموبايل وما استفدتش؟ كم مرة قلت بعدين لما أفضى هبدأ؟ كم مرة أجلت حاجة مهمة ليا؟ ودلوقتي قارن، قارن ما بين اللي انت عايزه واللي انت بتعمله فعلا. هل اللي انت بتعمله بيدعمك؟ وهل لو استمريت عليه هيوصلك للي انت بتتمناه؟ التمرين ده مش عشان تلوم نفسك، ده علشان تشوف الواقع بوضوح، تشوف ايه اللي محتاج تغيره، ايه اللي محتاج تبدأ تعمله، وايه اللي محتاج توقفه. لأن الوقت المناسب مش محتاج تستناه. الوقت المناسب احنا اللي بنصنعه بأفعال صغيرة في لحظات عادية. يعني مثلا لو نفسك تسافر ممكن تبدأ تراجع مصاريفك، تعمل تغيير بسيط وتحوش مبلغ صغير كل شهر. ولو نفسك في علاقة زوجية ناجحة وصحية ممكن تحدد يوم في الأسبوع تخرجوا فيه سوا بعيد عن الضغوط والمسؤوليات. لو نفسك تكتب ممكن تخصص نص ساعة من غير أي مشتتات. لو نفسك في جسم وصحة أفضل ممكن تبدأ ب10 دقايق تمارين في البيت أو تمشية قصيرة. لو نفسك تقرب من الناس وتقوي علاقتك بيهم ممكن تبدأ باقتراح رسالة أو مكالمة أو دعوة. مش لازم تعمل خطوة كبيرة ومش لازم تكون جاهز 100%، لأن الجاهزية بتيجي مع الحركة. كل اللي محتاج تعمله خطوة صغيرة تقربك. وخلي بالك إن الظروف اللي حوالينا مش هي مشكلتنا، إحنا مشكلتنا في أفعالنا. في أفعال بتوقفنا وفي أفعال بتغير نظرتنا وبتغير علاقتنا بكل حاجة حوالينا. المشكلة الأكبر في النية، لما تكون موجودة بس نربطها بكلمة بكرة. بكرة هبدأ، بكرة هكلمهم، بكرة هتغير، وبكرة بيفضل بكرة. مع إن الحالة الوحيدة اللي توصلك لبكرة هو النهاردة، لما تاخد خطوة بسيطة صغيرة متكررة ومقصودة. فالسؤال النهاردة مش امتى هبدأ، السؤال النهاردة ايه خطوة صغيرة اقدر اعملها النهاردة عشان تقربني اكتر.